بابا، ايه يا مريم؟ هو انت فاطر؟ فاطر ايه يا بت؟ انا بسمع ناس كتيرة لو شميت البخور انت كده فاطر. لا، البخور ما بيفطرش ولا حاجه. يعني لما الانسان يكون مولع بخور ويتبخر، ده ما يفطروش ولا اي حاجه. بعض العلماء، مش كل العلماء، انك ما تتعمدش انك تستنشقه. يعني تروح كده وايه وتشد. طبعا انا بعته، لما شديت بعته. لكن المنهي عنه ايه عند بعض العلماء؟ ان انت تقرب كده وتستنشق جامد وتسحب، ساعتها كأنك بتشرب سجاير. لكن كونك ان انت تمسك عود بخور كده او تحط البخور وتتبخر، ده ما بيفطرش ابدا يا مريم. ماشي؟ افطر ايه؟ افطر ايه؟ تمام. يا ريت توصلوا الفيديو ده لغيركم عشان يعرفوا الحكم الشرعي في المسألة. السلام عليكم، ما تنسوش اللايك والشير ايه لايك وشير وشير وعلى وعلق. وانت صاحبك يشوفوا الفيديو ده. جدعان، انا هقلع النقاب. مخلوق اهلي بيعاملوني معامله وحشه قوي من ساعه ما لبسته. اختي بقطعتني، مش عايزه تتعامل معايا، بتتعامل معايا كأن عندي مرض. امي تقول لي هكرهك قريب، امي تقول لي مش قادره اتقبلك خالص. مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه انا الغلط ولا هم اللي غلط. مش فاهم بصراحة الأهالي دي بتفكر إزاي. بعيدا عن حكم النقاب، إن شاء الله هعمل له فيديو منفصل. أنتوا عارفين لما باجي أتكلم في حاجة فقهية لازم أنقل أقوال العلماء والأدلة فيها. لكن أنت بنتك في زمن كثر فيه التبرج، كثر فيه العري. ربنا يرزقك ببنت من غير حتى ما تنصحها تختار مزيدا من الستر، تختار ان هي تبقى منتقبة، تكون انت حائط سد بينها وبين زيادة التستر وزيادة العفة. طب ما هي ممكن يعني تفتن في دينها. انت هتبقى فرحان لما تلبس ضيق، ممكن تخلع الحجاب. سبحان الله، ده ربنا اداك بنت صالحة، بنت تريد ان تتستر من غير ان تدعو لها. فهي منتقبة، يعني هي جربة فيها جراثيم. يعني ايه؟ انا مش عايز اكلمك. هو احنا فين يا جماعة؟ اتقوا الله في ابنائكم. زي ما في بر الابناء بالاباء والامهات، في بر الاباء والامهات بابنائهم. ضمن البر اللي احنا نعينهم على طريقهم لله سبحانه وتعالى. وده رايي شخصي بقى للبنات، قبل ما تاخدوا خطوه النقاب يعني هيئوا الامور لاهاليكم. مش عايزين البيت يتحول لجمره نار، لا انت تكسريهم لا اما هم يكسروكي. هيئيهم وحببيهم في ثيابك. والاهالي نقول لهم اتقوا الله في اولادكم. صلاة التراويح عايز تصليها في البيت صليها، النبي صلاها في البيت. عايز تصليها في المسجد صليها، الصحابة صلوها في المسجد. هتصليها مثنى مثنى، يعني ركعتين في ركعتين بأي عدد، ركعتين 4 10 20 براحتك. المهم في كل ركعتين هتصليهم زي الفجر كده، هتتشهد وتسلم، واخر ركعة هتصليها لوحدها اللي هي الوتر. طبعا في صفات تانية لصلاة التراويح، لكن انا قلت لك صفة واحدة عشان لو عايز تصليها لوحدك يعني في البيت. كان ليا فيديو كده من باب المزاح، وفيديو مشهور يعني، واتكلمت فيه عن ام مالك، رسالة كده يعني مقصود بها المزاح. فلقيت التعليق ده بتقول لي ان مراتي لا تتقي الله. وبعد كده خدني الفضول، مين ده اللي بيقول على مراتي ان هي لا تتقي الله؟ دخلت والله يا اخوانا ما قدرت اكمل النظر للصورة. يعني حاجة كده بشعة، نسأل الله عز وجل السلامة. وهي دي النوعيات اللي بتجرح الناس بتعليقاتها، اللي يخش يعني يعمل نفسه وينظر عليك ان لا تتقي الله ومراتك لا تتقي الله. طيب نتقي احنا الاول لله. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أنا مراتي سواء بتمزح أو مش بتمزح بتتقي الله. يكفي إن زوجها راضي عنها وهي إن شاء الله راضية عني. زوجتي دي يعني حفظتني في أهلي وفي مالي وفي عرضي وفي كل شيء. يكفي يعني أمي لما بتيجي هنا، والله أمي يمكن بتحبها أكتر ما بتحبني، من كتر ما هي بتعاملهم برقة وبتدين وبالتزام. والله أنا لم أرى أحد يتقي الله مثل أم مالك زوجتي. انتوا عارفين أنا عمري ما طلعت رديت على حد في حقي الشخصي، لكن حق مراتي لأ. ربنا يحفظك ليا يا أم مالك ويبعد عنك أعين الحاقدين. مع السلامة. يعني إيه صلاة الوتر يا شيخ؟ الوتر معناه العدد الفردي. يعني لو أنا هصلي ركعة أو 3 ركعات أو 5 ركعات، ده اسمها صلاة وتر. تمام؟ طيب إيه هي صلاة الوتر؟ وظيفة صلاة الوتر اللي إحنا بنختم بيها صلاة اليوم.
بعد قيام الليل، بعد ما بصلي كل الصلاة بتاعت قيام الليل التراويح، طبعا انا بصلي عدد زوجي، النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، بروح مصلي وتر بقى، تمام، اصليه ركعة، اصليه 3 ركعات، بصلي في الاخر خالص، اجعلوا اخر صلاتكم وترا. طيب افرض انا قمت الليل وبعد كده صليت الوتر لوحده وبعد كده حبيت اقيم الليل مرة كمان، قيم الليل عادي مفيش اي مشكلة، لكن ما تصليش وتر تاني، لان الحديث بيقول لا وتران في ليلة. ده باختصار معنى صلاة الوتر. يلا يا مليكة، رمضان جاي، يلا تحجبي، ايوه تحجبي وتلبسي واسع، برضو اللبس ده ضيق ومجسم شوية، ماشي. مليكة اتحجبت وانت لسه ما اتحجبتيش،